أسكن حاليا السليمانية. أصل بصرة. جينا بال2007 من بغداد. الفن هو عندي هواية وليس دراسة. أنا خريجة لغات إنجليزي. جينا السليمانية سنة 2007 بعد صراحة ما تعبت الأوضاع بغداد كلش. فلقينا سليمانية أو كردستان بصورة عامة منطقة آمنة، وكلش حابين سليمانية باعتبارها هي عاصمة للثقافة. الفن عندي هو بالبداية كان هواية وليس ليس أكاديمي، مو دراسة. أنا خريجة لغات إنجليزي. بس صراحة هي جينات، لأن والدتي رسامة، فالجينات لعبت دور. وراها قررنا احنا كعائله، اني وماما واخويا، انه نفتح جاليري، لانه كل احنا موجوده هاي الجينات اصلا بينا والطاقات. بديت المشوار الفني بال 2017، تقريبا صار 6 سنوات تقريبا. بداياتي كانت هي الرسم على الحصو. اول شيء انه رسمته هو الحصو، وكان حصو وخشب. هاي اول شيء من اللي بديته، وبعدين بدأ الرسم والكانفاس وغير شيء. بس هي بالدرجة الأولى إنه شغل الإيد هو اللي أحب إلى قلبي، وراها صار الرسم. بديت أول ما رسمت المرأة، وكلش هواية عندي رسومات هي المرأة، منها الأفريقية ومنها العربية. صراحة سألتوني عن السبب ليش إنه المرأة برسوماتش هواية، لأنه هي منبع الجمال، هي أساس الجمال. فتلقيني انه اول ما ابدي ويا المرأة، بداياتي صراحة ما كانت صعبة، لانه اول ما احنا بدينا كعائلة، اني ووالدتي واخويا، وكل واحد عندنا اصلا قلت لك احنا من الاساس عندنا طاقات. مو هسه راح نبدي في اي مكان، سواء بسليمانية او اي مكان ثاني، انه عندنا هاي القوة انه نبدي. فابدا ما كانت صعبة البداية. عادة المرتادين للجاليري مالتنا هم من العرب ومن الأكراد، وفئة كبيرة همينة من الأكراد صراحة، لأنه محبين للفن. سليمانية محبين للفن كلش. زوائرنا هم من الرجال والنساء، ماكو أحد أكثر من أحد، الاثنين يحبون. صراحة والدتي كانت هي الدافع الأكبر بحياتي الفنية حالياً. كانت الجينات موجودة، الجينات موجودة، بس اللي دافع إنه رسمي رسمي، اتحركي رسمي. وصراحة هي صاحبة الفضل بهذا كله. المرأة لها دور فعال بكل شيء، بالعائلة، بالمجتمع، بالحياة. تحسيها هي منبع الطاقة، لذلك أنا أحب أدعم المرأة. بالفن مالتي أجمع العديد من الثقافات. إذا تلاحظون هو كله يتضمن الفلكلور، بس العربي والكردي والأفريقي كله، بس كله تحت إطار هو الفلكلور. كلش أحب إنه أجمع الحضارات.